تخيل معايا واحد اللي ينوض يصفيها الوحده بدم بارد ويشوه لها وجهها ويمسح لها الملامح ديالها كاملين، وفي اللحظه اللي يصحاب لي انه انتقم منها كيكتشف باللي راه صفاها الشخص الغلط. القصه ديال اليوم فيها اغرب تشابه وابشع انتقام. وجدوا لي راسكم وتبعوا معايا القصه من الاول. وقبل ما نبداو، لو بغيتو دائما يوصلكم الجديد ديال القصص فتابوناو وفعلوا الجرس. وعلاش لا كانت عندكم شي قصه وبغيتو نبارطاجيها مع الناس فكتبوا لي سوا في التعاليق ولا صيفطوا لي في البريفي. ودابا جيبوا شي كاس ديال اتاي ولا شي قهوه واجيو تسمعوا معايا الحكايه. القصه كتبدا مع واحد البنت سميتها حليمه، بنت زوينه وعندها 30 عام. كانت مجتهده ومواظبه على خدمتها، وكانت خدامه في رمليه في واحد السبيطار اللي معروف، وكل شيء كان كيشكر فيها ويكشكر في الاخلاق ديالها والتعامل ديالها الزوين مع صحابها وحتى المرضى. حليمه كانت كتموت على خدمتها، وبحكم انها في رمليه الوقت ما كانش ديالها من لاغارد لي زورجونس، وبزاف ديال المرات كانت كتاخد لاغارد ماشي ديالها غير حيت ما كانتش كتسخى تخلي شي واحد مريض كيتالم. داكشي علاش كانت دائما كترفض فكره ديال الزواج وكتاجلها. في داك الوقت تقدم لها واحد الشاب سميتو رضوان، كان جيرانهم في الحومه. وهاد رضوان كان معجب بها من شحال هادي، حاول يقنعها شحال من مره ويصارحها بالحب ديالو ليها وانه باغيها في الحلال، ولكن قال لها انا راه ماشي عام ولا عامين وراني كنتسناك، هذه اكثر من 7 سنين واني كنشوفك وراك كتعجبيني من شحال هادي وبغيتك تكوني مراتي. ملي شافته متمسك بها وصادق في كلامه وافقت تتزوج به، وفعلا تزوجوا وسكنوا في دارهم. العام الاول داز بخير، ولكن رضوان واخا كان خدام ما كانش عنده حس المسؤوليه. ما عندوش مشكل انه يخرج من الخدمه ويجلس شهر ولا شهرين ولا اكثر كاع بلا خدمه بلا حتى حاجه، والفلوس اللي كتشدها حليمه كانت كامله هي اللي كتصيرها في الكرا وفي الماكله وفي المصاريف. وهنا بدات المشاكل. هو ما كيصيرش على الدار وعايش غير على ظهرها. في البدايه حليمه كانت كتغمض عينيها وكتقول صافي دابا يفهم راسو، السيد مازال عاد بدا دابا يلقى شي خدمه، ولكن السيد اما كان زايد فيه. وهذا الشيء كتر خصوصا ملي ولدوا الولد الاول والثاني والثالث، تزادوا المصاريف وما بقاتش قادره تستحمل كل شيء بوحدها. اكتشفت باللي رضوان عايش حياته بالطول والعرض، فلوسه كاملين ولاو كيمشيو ليه غير في السهرات وفي النشاط مع صحابه. وهنا غادت تبدا المشاكل بيناتهم على ود الفلوس والمصاريف اللي كتارين. حاولت معه مره وجوج وثلاثه، ولكن هو ملي حس براسو مزير ولا كيعنفها وكيضربها وكيهينها لدرجه ولا كيهرب من الدار وما كيرجع حتى كينعسو الدراري. وصلت الحليمه لواحد المرحله اللي ما بقات قادره تحمل حتى حاجه وطلبت الطلاق. في البدايه سحاب لي غير كتضحك وكتلعب وصافي، ولكن ملي جمعت حوايجها ودات ولادها للدار باها ورفعت عليه دعوه، هنا عاد فهم باللي القضيه راه ديال بصح والسيده راه ناويه على الطلاق. بدا كيترجاها وكيقول لها كيفاش تحرميني من ولادي، وهي تجاوبو انا راني عييت معاك وحاولت معاك اكثر من مره باش تفهم راسك، ولكن انت ما باغيش ترجل معايا. رفعت القضيه وفعلا وقع الطلاق. المحكمه لزمت رضوان بالنفقه وبالمصاريف ديال الولاد وديال المتعه. جاتو قاصحه، هو اصلا ما قادرش يصرف حتى على راسه. رضوان كان غادي يتسطى وبدا كيتبعها في كل بلاصه، بدا كيهضر مع عائلتها وبدا كيجيب في الناس باش يجيو من جهته، ولكن حليمه حلفات ما ترجع عليه. اصلا هي عاد بدات كتحس براسها تحرات، ولكن من كثره الضغط من كل شيء، من عائلتها ومن عائلته ومن الجيران وحتى صحاباتها، كل شيء كيقول لها غير عطيه فرصه يا حليمه، الراجل راه غادي يموت عليك وراه غادي يموت على ولادك، الراجل راه كيموت عليك وراه كيموت على ولادك، والمساله ديال الفلوس راه حلها ساهل وماشي شي حاجه. ومن كثره هذا الضغط واحد النهار صارحت رضوان وقالت لي شوف رضوان، انا مستعده نرجع ليك ولكن بشرط. قال لها اشنو هاد الشرط؟ قالت لي بغيتك تقاد معايا تخدم وتجيب الرزق وتصرف على دارك وعلى ولادك، اما باش انا نوض نصرف على راجل فهدي ما غاداش تكون. وقالت لي الشرط الثاني هو ديك الغيره الزايده وانك تخنقني، ما تخليني نتحرك لا بحريتي لا بتا حاجه، غير حيدها من بالك. وهنا اللي خاص تعرفوا ان رضوان كان كيموت عليها
وكان كيغير عليها واحد الغيره اللي مجنونه واللي كانت فوق القياس، خصوصا ان حليمه كانت زوينه بزاف وكانت ملفتة، واللي كيشوفها كيبقى منبهر من الجمال ديالها. وهذا الشيء اللي كان كيخلي رضوان انه يحبس عليها تمشي لخدمتها وكيقول لها ما تخرجيش من الدار، واللي بغيتها راه انا غادي نجيبها. هنا رضوان فاش سمع هاد الشروط بزز منه غير باش يرجع لولادو ويرجع لمرتو، قال لها صافي انا مستعد نتقاد معاك وهذا الشيء اللي قلتيه غادي نطبقه. ولكن المشاكل رجعت اكثر من الاول، خصوصا فاش كيدخل شي حد من عائلتها كيتضارب معاه رضوان. وصلت به الدرجه انه يهددها انه غادي يصفيها لها قدام الناس كاملين. وفي واحد النهار خرجت حليمه من الدار وصلت بنتها للمدرسه واطمأنت عليها، وهي طالعه في طريقها عادي باش تمشي لخدمتها دازت على واحد المنطقه اللي كانت مهجوره، وهاد المنطقه كانت فيها واحد المقبره اللي كانت بعيده عليها شويه. وهي ماشيه خرج لها واحد السيد اللي كان متلتم واللي كان هز موس في يدو، وهنا بكل جرأة وبكل بشاعة بدا كيضرب فيها على راسها ووجهها. حليمة طاحت في البلاصة وما لحقاتش تدافع على راسها. المجرم كمل الضرب على وجهها بكل حقد، كان باغي يمسح لها الملامح ديالها كاملين وهرس لها نيفها وعظومتها كاملين حتى وجهها ولا كامل كيسيل بالدم. وبالصدفة دازو جوج ديال الرجال ديال الامن وشافوا واحد السيد اللي كان مقنع كان نازل على الارض وكيضرب في البنت، جراو ناحيتها وغير شافهم هو هرب وبقى مخبي في المقبره. تخبى لداخل والبوليس هنايا اش ناضوا داروا عيطوا على لومبيلونس وطوقوا المقبره كامله حيت كانوا متاكدين باللي باقي مخبي فيها. نقلوا حليمه للسبيطار فين كتخدم، وحتى صحابها في الاول والاطباء ما كانوش قدروا يتعرفوا عليها في الاول من كثره ان الملامح ديالها كاملين تشوهات. ما عرفوها حتى جبدوا لا كارت ناسيونال ديالها، وللاسف مع النزيف الداخلي كان في المخ كان صعيب انها تبقى عايشه ومول الامانات دا امانته. اول ما وصلت الاخبار لعائله حليمه وجهوا اصابع الاتهام نيشان رضوان، خصوصا انه ديما كان كيهددها وديما كان كيقول لها راني غادي نصفيها لك واحد النهار. وقالوا للبوليس باللي بيناتهم مشاكل كبيره ورا ديما كيهددها. البوليس جابوا رضوان وبداو كيحققوا معاه على صفيتيها لمرتك، شنو اللي خلاك دير هاد الشيء؟ هو يتصدم وبدا كيبكي، قال لهم انا صفيها لمرتي مستحيل ندير هاد الشيء، انا راني كنبغيها واخا بيناتنا مشاكل، ولكن راه عادي المشاكل راه كتوقع في اي دار وما بين اي زوج ومرته. البوليس هنا خداو ديك اداه الجريمه اللي كانت الحجره اللي استعملها القاتل باش يصفيها لها، ولكن ما كانت عليها حتى بصمات. البوليس هنا شكوا في جوج حوايج، اما رضوان هو القاتل واما انه هو اللي كره شي واحد باش يصفيها لها حيت كانت رافعه عليه قضايا والنفقه. بعد يومين ديال البحث في المقبره القاتل بدا كيجيه الجوع وبدا كيعطش ومبقاش قادر يتحمل، حاول يهرب وتما لقاو القبض عليه. وهنا الصدمه كانت كبيره، طلع واحد سميتو احمد من اصحاب السوابق يلا خرج من الحبس من بعد ما دوز 22 عام. البوليس قالوا صافي هذا راه غير رضوان كراه باش يصفيها لمرته. بعد ما بداو كيحققوا مع احمد شكون اللي كراك وعلاش صفيتيها ليها، احمد رفض يهضر في الاول، ومن بعد ما لقاو حتى ابيل ما بينه وبين رضوان اللي هي المحقق، احمد حنا عارفينك انت اللي صفيتيها ليها، واش شهود راه شافوك، غير صارحنا وقول لنا شنو السبب اللي خلاك دير هذا الشيء. وهنا الصدمه كانت كبيره. احمد قال لهم انا في 1994 كنت اعتديت على واحد البنت كانت قاصر، وواحد الوحده اللي سميتها سكينه كانت شافتني بالصدفه وشهدت ضدي، واخا هددتها انني غادي نصفيها ليها ونصفيها حتى لعائلتها، ولكن هي بقات مصره وشهدت ضدي في المحكمه. وملي خرجت في 2016 لقيت حياتي كامله مدمره، ما كاين لا خدمه لا والو، وعشت في الشارع، ما بقيت جابر حتى حاجه باش نصير على راسي، وبقيت حاقد على سكينه حيت هي السبب في هذا الشيء كامل. بقيت كنقلب عليها وعلى عائلتها حتى لقيتها، بقيت مراقبها اكثر من 3 شهور، وملي دازت من حدا هاد المقبره هجمت عليها وصفيتها لها ومسحت ملامحها كاملين باش حتى واحد ما يعرفها. المحققين فاش سمعوا هذا الاعتراف ديالو تصدموا وقالوا ليه واش انت هبيل ولا مالك، هذه اللي صفيتيها ليها راها حليمه ماشي سكينه. احمد تخلع
وقال لهم انا متاكد بلي هذه هي سكينه وهي اللي شهدت ضدي. البوليس رجعوا للارشيف وفعلا لقاو القضيه ديال 1494 ولقاو باللي كاينه بنت سميتها سكينه وهي اللي شهدت ضده. ناضوا جابوا سكينه الحقيقيه للمركز ديال البوليس، وهنا كانت المفاجاه. حليمه وسكينه بيناتهم واحد التشابه اللي كان كبير بزاف، واللي يشوفهم يقول راه شخص واحد وصافي. حمد ملي شاف حليمه في الزنقه يسحب لي غير سكينه، كبرات وتغيرات مع الوقت. وهنا ناض صفاها البنت اللي مظلومه ما عندها حتى ذنب غير حيت كتشبه للضحيه اللي كان حاقد عليها وباغي يصفيها ليها. كلشي تصدم، ورضوان حتى هو الزوج ديالها اللي كان مظلوم خرج من الحبس هو كيبكي بالحرق على مرته اللي كان كيبغيها واخا كانت المشاكل بيناتهم وعمره ما فكر يصفيها ليها. هاد الجريمه دارت ضجه كبيره وتم حكموا على احمد بالاعدام. وهذا الشيء اللي كان في القصه ديال اليوم. فإذا كانوا كيعجبكم بحال هاد القصص وبغيتوا دائما يوصلكم الجديد فتابوناو وفعلوا الجرس. وكتشجيع منكم ليا خليوا لي لايك وتعليق. وعلاش لا الا كانت عندكم شي قصه بغيتوني نعاودها ونبارطاجيها مع الناس فكتبوها لي سواء في لي كومونتير ولا صيفطوها لي ميساج في البريفي. ونتلاقاو في فيديو جاي بقصه جديده باذن الله.